السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع رنا. يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب كده ان شاء الله تبقوا متجمعين ومبسوطين ومتهنيين. شغالين في سلسلة التحضيرات للعيد. النهارده هنعمل المقلوبة بطريقة سهلة وسلسة وحلوة قوي هتعجبكم، وبإذن الله بصوا ما بتفكش مكانها ولا أي حاجة. هنقول كل التريكات والحركات. مبدئيا كده بنجيب بطاطس مكعبات وبنقليها نص قلية، ما بتقلوهاش قلية كاملة. تمام. البتنجان بتاعنا بنقطعه بالطول وبنرش عليه شوية ملح وبنسيبه في المصفى كده يصفي شوية من المية بتاعته، كنوع من انواع ان ايه يبقى شربه للزيت بكمية اقل. حلو الكلام. ممكن كمان تعملوها في رش الدقيق. ادي البطاطس بتاعتنا اهي اتقلت نص قليه زي ما قلت لكم، ما بتتقليش قليه كامله، خلي بالكم. اهو هي لسه هتكمل السوا بتاعتها، هي دوبك اول ما تمسك نفسها كده يبقى تمام على طول نشيلها. انا طبعا هنا اهو عملت الحركه اللي قلت لكم عليها بتاعه البتنجان، ان احنا نحط شويه في الدقيق حاجه خفيفه قوي وننفضه وعلى الزيت بتاعنا على طول، يعني الى حد ما بيخليه ما بيشربش زيت زي اللي هو من غير دقيق. تمام. اهم حاجه عندي ان يكون الزيت سخن وغزير. خلصنا خلاص قلي البتنجان، نبتدي بقى ندي للحمه بتاعتنا صدمه على النار، نشوحها كده في شويه سمنه ونبتدي نديها الصدمه بتاعتها تاخد اللون من كل حته. بحب جدا في المقلوبة ان كمان لو قطعناها مكعبات اصغر من كده، مكان ما اديت التشويحة بتاعة اللحمة هنزل بالبصل بتاعي والرز، هشوحهم كويس جدا هما كمان على النار، ياخدوا من ريحة اللحمة وياخدوا من الصوص اللي نازل من اللحمة. وكمان هتلاقوا دلوقتي ان لون الرز اختلف نتيجة ان هو اتشوح مكان اللحمة. ادي البصلاية لونها اتغير وادي الرز كمان لونه اتغير، هشوح فيه حبة كويسين كده. تمام. لغاية ما ابتدي احس ان الرزاية اختلفت معايا شكلا وحجما، خلاص تمام كده جدا. طبعا اللحمة بتاعتنا سلقناها، انا دايما بسلق اللحمة بتاعتي تلت الحلة بتبقى مية بس، وكمان بحط فلفل حصى، وكمان بحطش ملح، بحط ورق لورا وبصل. بعد ما بتستوي وتمام التمام بروح مديها رشة فلفل بقى عادي كده عشان الريحة ايه تفحفح اكتر. اي حاجة زيادة عايزين تحطوها في الشوربة براحتكم، وطبعا الملح بنحطه في الاخر خالص. ابتديت ارص الصينية بتاعتي. شوفوا، اهم حاجه انا طبعا كنت عامله بطاطس مكعبات وبطاطس شرايح، وده اللي اتبقى مني. اهم حاجه اني انا وانا احط بتنجانيه على بتنجانيه واضغط، وبعد كده ابتدي بصوا اللحمه مستويه، انا سلقاها سلق كامل. وبعد كده ابتدي احط اللحمه بتاعتي. ممكن تحطوا اصلا حلقات بصل كده عشان تجنبا ان هي يعني تاخد منكم لدعه ولا حاجه، بس انا ما بحطش عشان انا المفروض ان انا شغاله في حاجه ما بتلزقش الاكل اصلا. حطيت الرز وخليت الحرف بقى بتاع البتنجان ما يكونش متغطي بالرز، وغطنيته، وبعد كده نزلت ببقيه البتنجان الباقي، وبعد كده حطيت بطاطس، وبعد كده حطيت الشوربه بتاعتي. الشوربه لازم تكون مغطيه الرز تماما. حلو الكلام. وهغطي بقى وهدي النار خالص واسيبها، هتاخد معاكم حوالي من ساعه لساعه ونص سوا عشان تبقوا عارفين. بعد كده اجيب سلطه الدقوس بقى بتاعتنا، فلفل احمر وهريسه او فلفل حار وطماطم مكعبات وربع حزمه من الكزبره وكزبره ناشفه وثوم وشويه من الملح وخل وليمون. ضربتهم مع بعض ودي كانت النتيجه. بصوا الجمال عامل ازاي، بصوا شايفين. طبعا الليمون والخل ده نزلته معاكم قبل كده على القناه، ودي سلطه الدقوس ودي سلطه قوطه للي بيحب، والبسبوسه برضه عملتها معاكم قبل كده ونزلتها